حلقتنا النهاردة صعبة شوية. آه، عنوانها الخيانة. الخيانة شعور من أبشع المشاعر وأصعب المشاعر اللي ممكن أي بني آدم يحس بيها. شعور قاسي ومليان جحود كده، وصعب صعب صعب بكل المقاييس. يعني أنا بالنسبة لي هو أصعب شعور بعد الموت، يعني إن أنا أفقد حد عزيز عليا. أصعب حاجة بعده هي إن أنا أتخان، مفيش حاجة أصعب من كده. وشعور الخيانة كلنا حسينا بيه، يعني مفيش حد متهيألي ما حصلش الموضوع ده معاه، ما تخنش. ومش شرط الخيانة بين واحد وواحدة، الخيانة ممكن تبقى في الشغل، الخيانة من الأصحاب. الخيانة بتبقى يعني على أماكن يعني في كل العلاقات في العموم. يعني ممكن خيانة تكون أهل. آه، يعني بتختلف من شخص للتاني. الحلقة النهاردة صعبة. أتمنى إن هي متكونش هتفكر الناس بحاجات مش حابين يفتكروها. آه، خلونا نطلع فاصل، نسمع أغنية شيرين وأكمل معاكم الحلقة. خليني يا عين ما تبكيش، يا عين يا عين في قلوب ما تساويش. خاينين يا عين ما تبكيش، يا عين في قلوب. يعني ليه الشخص يخون اما ممكن بكل سهولة يقول انا مش قادرة اكمل؟ موضوع صعب ولازم نلاقي له سؤال، يعني سؤال لازم نلاقي له اجابة. ليه تخون لما انت ممكن تمشي؟ خلاص انا تعبت في المكان ده، انا مش عايزة اكمل هنا، انا مش لاقي نفسي هنا، انا ناقصني حاجات هنا، انا مش مرتاح هنا، فعايزة امشي. يعني بكل سلاسة واحترام انهي العلاقة ايا كان المسمى بتاعها. انا يعني اتنين متجوزين او اتنين مرتبطين او هو شايف ان في حاجة ناقصة، في حاجة مش موجودة، امشي. اقول للطرف التاني انا الحاجة دي مش لاقيها، الحاجة دي مش مرتاح فيها، انا مش لاقي نفسي هنا، انا عايزة امشي. هو الشعور ده هيكون صعب شوية برضو، اللي هو انت هتحس ان انت مش كفاية. طب ليه؟ بس بيكون اهون بكتير من ان انا يعني اتغاضى عن الشخص ده، اتلاشاه تماما، اتلاشى وجوده، واقرر ان انا الاقي راحتي في حتة تانية. يعني ادور على حد تاني، ادور على علاقة تانية ارتاح فيها، واسيب الشخص ده متخان مش مرتاح، لان انا بالتالي خلاص بكون اتغيرت معاه. فهو يعني هو مش عارف يلاقيها منين، هو متخان، هو متساب، هو مش واخد برضه حقه. والطرف التاني قرر ان هو خلاص يكمل ويدور على راحته في حتة تانية او في مكان تاني او مع شخص تاني. ده بالنسبة للاتنين المرتبطين يعني. فاللي هو ليه ادمر حياة حد تاني؟ ليه ادمر حياة شخص ملوش اي ذنب غير ان هو مش كفاية؟ يعني مش حاسس ان الشخص ده كفاية ليا، فعادي امشي، اسيبه وامشي يعني وافصل وانهي الموضوع بهدوء، غير اني اخون. آه الموضوع صعب وبيأثر على نفسية الاشخاص. مش بالشرط على فكرة، احنا دايما يعني عشان نكون منصفين قافلين الموضوع على الرجالة فقط لا غير. لا، في ستات بتخون برضو عادي جدا، وخيانة الست بتكون أصعب من خيانة الراجل كمان. بس يعني دايما الرجالة محطوطة في الخانة دي، لأن هما ال الشائع عندهم أكتر، هما الخيانة عندهم سهلة جدا.
يعني هم ماشيين الخيانة عنده أمر مشروع وعادي وسهل وكل حاجة متاحة بالنسبة له يعني. ف في كان الأسبوع اللي فات أو الأيام اللي فاتت كان في فيديو لثلاثة شباب انفلونسر كده، وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك والكلام ده انتشر جدا. هم متعودين هم بيعملوا لايف كل اسبوع او حاجة، ليه عنوان كده اقفش خاين معرفش ايه الكلام ده كله. تمام. اللايف كان عبارة عن واحدة اتصلت بيهم قالت لهم انا متجوزة، وفي رقم بيكلم جوزي طول الوقت. جوزي ما بقاش موجود في البيت، ما بقاش عايز يروح، يعني قصدي بيروح متأخر تقريبا. بحاول ألخص لكم وقبل ما نعرضه. على طول بينتقدني، بيقول على حاجات وحشة فيا، ما بيقولش على حاجة كويسة. حاولت أغير من نفسي برضه، هو مش معايا وهي مخلفة منه ومتجوزاه بقالها 7 سنين. هي طبعا ايا كان يعني السوشيال ميديا اتفقت او اختلفت على ان اللايف ده مفبرك، اللي هم قايلين لحد يتصل بيهم ويعرضوه والكلام ده. وفي ناس بالفعل يعني اللي هو خلاص هي معرفتش الست تعمل ايه، هي خافت ان هو تواجهه فيطلقها مثلا ويختار الشخص ده، ولا هي دي واحدة زميلته في الشغل فهي ممكن تعمل له مشكلة، ولا السبب فين. فما كانش عندها الجرأة ان هي ترن على الرقم وتكلمها وتقول لها انت بترني على جوزي ليه او بتكلمي جوزي ليه. فقررت ان هي ترن عليهم في اللايف، تديهم الرقم بتاع البنت وتقول لهم رنوا لي عليها شوفوا لي الرقم ده حكايته ايه. وبالفعل اتصلوا بالرقم بتاع البنت، كلموها. فكروا في فكرة كده اللي هو احنا ازاي هندخل على البنت نرن عليها نقول لها ايه انت تعرفي فلان الفلاني. فلقوا خدعة كده شيطانية. اول ما رنوا عليها قالوا لها الو مدام فلان الفلاني، قالت لهم اتفضل. كانت الست معاهم على الخط التاني وكانت بالنسبة لها صدمة. فاحنا هعرض لكم دلوقتي جزء بس عشان اختصر الموضوع. هعرض لكم جزء من المكالمة بتاعتهم نسمعها مع بعض وارجع لكم تاني. الو. بس معلش ممكن تخليك معايا ثانية واحدة؟ لا ده كده لا اقفل معلش ممكن تخليكي معايا ثانية واحدة؟ ثانية واحدة بس معلش ثانية واحدة. أنا ماليش دعوة. ولا انا ليا دعوه. استنى بس. أستاذة أسماء ممكن تفك الميوت؟ هو حقيقي يعني الأستاذة معانا على التليفون التاني. هي قالت ايوه صح؟ فممكن تكلميها بقى حضرتك، تكلميها بينك وبينها، تواصلي معاها عشان احنا مش هينفع، عشان بس الموضوع ده كده احنا في لايف. لو سمحت لا معلش من فضلك اولا ما تقفلش معايا اهو، انا عايزاك تعرفي منها اي تفاصيل من فضلك. ايوه ما انا ممكن تعرفي التفاصيل دي في الموبايل بينك وبينها، بس هنا مش هينفع، هنا احنا لايف. ارجوك لو سمحت كملي معايا اعرف التفاصيل منها. انت انا مش مستوعبه. لا ممكن تكون كده ازاي، بس انت ممكن يعني تفهمني منها اي حاجه. طب هاتوا مع بعض. استاذه ثانيه انا مش استاذه اسماء بص اسمعيني فاهم حضرتك حاجه. استنى بس ثانيه. الموضوع مش هينفع يتحل هنا يعني. ايوه احنا لايف مش هينفع. انا مش بدور على حل الموضوع يا عم، انا مش بدور على حل. ارجوك تفهمني ممكن تكون بتكذب. بس هي ما تعرفناش عشان هتكذب على ايه؟ هي هتكذب في حاجه زي كده ليه طيب؟ معلش حاول. انا مش هتكلم غير لما انا مقدر موقفك والله، انا مقدر موقفك وعارف ان هو موقف بايخ جدا، بس احنا لايف يعني. انا ممكن اخليكي تتكلمي معاها، بس احنا في ناس ياما هتسمع كل اللي انتوا هتتكلموا فيه. بس دي اسرار بيوت. مش هينفع. اسماء دي اسمعي بس معلش انتوا دلوقتي مساحه تفهموا لي التفاصيل، لان ممكن تكون كدابه يا جماعه، ممكن تكون كدابه. اصل دي اسرار بيوت، مش هينفع تبقى على الملأ كده. حطهم مع بعض صح. اسمعتني تحطهم مع بعض. انت ممكن تكلمها، ما هي معاها رقم تليفونها. اسمعني بس استاذ اسماء، ممكن تتكلمي معاها، بس بلاش يعني معلش تنفعلي، او بلاش الفاظ، او بلاش يعني ممكن تفهمي منها
وشوف انت عايز تقول لها ايه، بس يا ريت الكلام يكون بالراحه، لان انا ما اضمنش هي هتتكلم معاك ازاي. اكيد اكيد انا هعمل كده اكيد، لان انا مش عايزه احط لكم في نفس الكلام. بس انا قلت لك بلاش، يعني قلت لك يعني ممكن تتكلمي معاها بينك وبينها. هي قفلت ثواني كده. اقعد عادي الريفري عشان صوتي هي بتتصل. اتصل. الو. الو. بص يا فندم، انا اسف على الموقف اللي حضرتك هتتحط فيه ده دلوقتي، بس انا مش عارف حضرتك عارفه ان جوز حضرتك محمد مدحت هو اوريدي متجوز ولا لا؟ انت عارفه؟ مين حضرتك الاول عشان تسالني في تفاصيل حياتي؟ انا اخو مراتك يا فندم. ايوه اهلا وسهلا. اخو مراته. انا عارفه. هي عرفت ان حضرتك دلوقتي متجوزاه عليها. طب اوكي، يعني مشكلتهم مش مشكلتي خالص. طب هي سامعاكي دلوقتي وعايزه تتكلم معاكي. اتكلم معاك. يا طيب. طب خير، يعني انتوا مصحيني الساعه دلوقتي عشان تقولوا لي الكلام ده؟ والله احنا مش عارفين اصلا سبب المكالمه، بس يعني هي جت كده. اصلا اسمعيها بقى. انا نايمه. خير. معلش لو سمحتي، هو انت عارفه مين؟ انت مستوعبه؟ يعني اكيد نايمه والله مرتاحه. انت عندك مشكله ان انا نايمه؟ يشرب طفلي. انت لو بتكذبي دلوقتي قولي انك كذابه. انت اكيد مش كذابه يا حبيبتي. قولي من النوم اللي انت نايمه عشان تقولي الحقيقه لو سمحتي. والله بصي، انا اصلا تعبانه واخده عليك ونايمه، ومش هصحى عشان اكذب اصلا عليكي وانا ما اعرفكيش. يعني كفايه اصلا موضوع الحمل تعبني، فمش تبقي انت والحمل. انت كمان حامل؟ يعني انا حضرتك عارفه كل التفاصيل يعني. اكيد من جوزي يعني. انت مستوعبه انت جوزك اسمه محمد مدحت؟ حضرتك ممكن ابعت لك القسيمه، ولو انت اكيد مش عارفه ومتاكده اكيد مش هتكلميني في الوقت ده. لا هو انا مش عارفه ومش متاكده، وبكلمك في الوقت دوت علشان خاطر انك انسانه مش كويسه بتزاولي جوزي وقبل ما تمشي مع واحد متجوز ومعاه طفل، لكن تطلعي كمان متجوزاه لا وعارفه انه متجوز ونايمه. ايوه ايه المشكله؟ يعني انت مشكلتك في ايه دلوقتي؟ مش فاهمه. انت باي اخلاق عايشه اصلا؟ انت باي اخلاق عايشه؟ لا بصي بصي، انت ما تعرفينيش وما تتكلميش على اخلاقي وتتكلمي معايا باحترام. انهي اخلاق دي اللي انت بتتكلمي عنها وانت نايمه مرتاحه وحامل وريلاكس؟ حبيبتي وانا مش ماشيه معاه في الحرام وعنده طفل متجوزها. انهي اخلاق دي اللي بتتكلمي عنها؟ يا استاذه افهمي، انا مش ماشيه معاه في الحرام، انا واحد عارفاه بقالي سنه. طبعا احنا شفنا، انا ما قدرتش اعرض لكم يعني اللايف كامل، هو اللايف بتاع المكالمة بتاعتها اكتر من تلت ساعة. مختصر الموضوع، هم كلموها، الست طلعت المدام بتاعت جوزها، متجوزة بقاله سنة وحامل منه في شهرين. مش المشكلة في كده، المشكلة في بجاحة البنت. يعني البنت بتقول لها ايه المشكلة؟ ده واحد اتقدم لي وخطبني سنة. طب انتي اهلك فين؟ مخطوبة لواحد سنة، متجوز ومخلف. يعني الواحد بيقف عاجز قدام المواضيع دي. يعني ايه اللي يجبرك؟ يعني ايه اللي يجبرك؟ يعني بعيدا عن جوازة تانية، يعني جوازة تانية في النور مثلا، اللي هو الناس كلها عارف، ايه اللي يجبرك كمان في جوازة تانية وفي السر؟ يعني جوازة تانية وفي السر. يعني انت ايه؟ يعني ايه المبرر؟ ايه المبرر لده؟ وواضح طبعا من الكلام ان البنت اندر ايدج كده، صغيرة. دي واحدة سنها 33 سنة والبنت دي شكلها 20 سنة. ف برضو يعني الطرف التاني بيكون ليه، يعني ليه دخلاته، فاهمين؟ الراجل ممكن تكون دي بنت صغيرة اتعلقت بيه، ممكن كذا كذا، ايا كان المبرر. معرفش بصراحة. الست بتقول لها انت عارفة انت بتقولي ايه؟ يعني اول اللايف، يعني قبل ما يكلموها وتقول لهم، بتقول لهم لا ارجعوا كلموها تاني، دي اكيد بتكذب، دي اكيد كدابة، يمكن دي واحدة تانية. انتوا فاهمين؟ يعني هي اللي لحظة بس كده هي مش مصدقة عقلها. المهم البنت طلعت يعني حامل في الشهر التاني، وصحاها من النوم. يعني للأسف كانت تعبانة ونايمة، الست بترتاح عشان الحمل، والتانية يا عيني قاعدة بتدور ترضيه ازاي. بتقول انا بقيت اعمل كل حاجة هو بينتقدني فيها،
يعني الحاجة اللي بينتقدني فيها انا بقيت بغيرها فيا وبعمل وكذا وكذا. طبعا الشباب استفزوا من طريقتها. البنت بتقول لهم، بتقول لها ايه المشكلة يعني، روحي كلمي جوزك، دي جوازة تانية والشرع محلول له 4. بس اعتقد ان بعدي مش هيفكر في الاتنين الباقيين. انتوا متخيلين البجاحة؟ بجحة يعني، هما نفسهم قالوا لها انت بجحة وقفلوا السكة، ما قدروش يكملوا اللايف. والست يا عيني طبعا منهارة، مش عارفة تعمل ايه. طلبوا منها ان هي تتكلم مع جوزها وتشوف حد كبير. بس اللي ضايقني هو ماشي ده يعني طبعا حل من الحلول. اللي ضايقني ان في اخر اللايف الولد بيقول لها خلي تفكيرك منطقي، ما تحاوليش تهدي الدنيا، فكري ان هو يعني إن في ابن بينكم. ماشي تمام، ده الكلام ده لما يكون متجوزة وهي لوحدها ويسيبها، لكن دي واحدة متجوزة وحامل، يعني هو في بيتين، يعني هي مش هتخرب بيتها ومش هتخرب بيتها ويعيشوا هما الاتنين. ايه الحل ده؟ يعني ده يعني ايه الحل ده؟ يعني بنعمل ايه يا جماعة مع الراجل البجح؟ يعني راجل قادر، يعني انت ما كنتش متخيل ان هي ممكن تقفشك؟ يعني دي حق يعني، ده انت متجوزها وحامل، يعني في سجل مدني، يعني في عيل هيتولد، يعني في شهادة ميلاد، يعني في قصة كبيرة سعادتك. دي مش واحدة مثلا زي ما انتوا بتقولوا ده انا دي نزوة، ده انا ماشي، دي فترة كده وراحت لحالها سامحيني. ده انت خدت القرار، اتجوزتها وحملت. احنا فين؟ انت رايح فين؟ آه، بقول لكم يعني بعيدا عن ان الموضوع فيك او مش فيك، المواقف دي اتكررت كتير جدا ومع ستات كتير جدا جدا. ياما ستات اتجوز عليها وخلف وهي ما تعرفش، وبتعرف بعد ما يموت. يعني الراجل بيموت وهي تعرف ان هم جايين لها باعلام وراثة ولا بحاجة، عايزين يقسموها في الورث او في الكلام ده. موضوع بيكتم النفس. طيب بفكركم ان احنا بناخد مداخلاتكم. هي الحلقه صعبه النهارده فانتوا تستحملونا، هي هتقلب المواجع على ناس كتير قوي. بفكركم رقم المداخلات بتاعتنا، هنستقبل عليه مكالماتكم. اي حد حابب عنده مشكله عايز يقولها تخص الموضوع ده او اي موضوع تاني وعايز يحكيها، يرن علينا على الرقم 010 61 61 69 08. هقول لكم الرقم تاني: 010 61 61 69 08. نطلع فاصل ونسمع أغنية أمال ماهر في إيه بينك وبينها، وارجع لكم تاني.
نقول الو. مساء الخير، ازيك؟ ازيك عاملة ايه يا شيخ؟ اخبارك ايه حبيبي؟ شفا معاكي، واحنا برنامج حكايات بنات وانتي على الهوا. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار بقول ان انا اسمع حبيبتي؟ ربنا يخليك يا رب، انا المبسوطه بيكم. وانا والله بحبك جدا جدا. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. يا رب. حابه تقولي لنا في مشكله معاكي او حاجه؟ ايه؟ في مشكله معاكي النهارده او حاجه في موضوعنا، او عموما حابه ان احنا نساعدك فيها؟ لا مش حاجة معينة، بس يعني حبيت اسمع صوتك واقول لك مالكي منورة دايما ومبسوطة جدا لما بشوفك. حبيبتي شكرا ليكي جدا. حابه تقولي اسمك؟ ايوه. اسمي سارة. ساره، شكرا جدا يا ساره. يا رب يخليكي يا ستي حبيبتي، دايما اسلوبك حلو جدا، بحب اتفرج عليكي وبحب اشوفك على طول. حبيبتي شكرا ما ينفعش ليكي. الحلقة تبقى يومين في الأسبوع؟ كلميهم في اداره الراديو. عايزه يومين في الاسبوع ونجدد العقد. تمام ماشي يا ساره. هم سامعيننا دلوقتي والفانزات بتوعنا بيطالبوا بحلقتين في الاسبوع. كتير قوي، كتير. هتزهقوا مني، هتزهقوا مني. حبيبتي يا ساره شكرا ليكي جدا. عجبانة جدا والله، احنا بنحب نفضفض بس. حبيبتي والله شكرا ليكي جدا وسعيده جدا باتصالك. وانا اكتر يا حبيبتي. ميرسي يا ساره، مع السلامه. هتابع معاكي. شكرا. ماشي يا روحي، مع السلامه. ورجعنا لكم تاني. احنا النهارده بنتكلم عن الخيانه. لازم نعرف. طيب احنا عندنا اتصال تاني، ممكن نرد ونشوف. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ ازيك يا شيخة عاملة ايه؟ اهلا بيك يا قمر في حكايات بنات، انت على الهوا. عاملة ايه يا شيخة؟ انا مبسوطة جدا والله ان انا بتكلم معاكي، انا من اشد المعجبين بيكي بصراحة. حبيبتي انا من قبل ما ربنا اساسا ما تدخلي البرنامج اصلا. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، تسلميلي. ما شاء الله عليكي، يعني زي القمر والله يا شيخة، ما شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ايه رأيك في البرنامج وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة، او في العنوان بتاع الحلقة؟ لا هو اكيد طبعا العنوان طبعا هي حاجة صعبة جدا، ويعني ما فيش حاجة طبعا مريتي بالتجربة دي قبل كده؟ بصي هو انا ما مرتش بيها، بس هي مشكلتي اصلا بعيدة عن الخيانة. قوليلي. مشكلتي ان انا كنت مخطوبة لواحد، هي صالونات يعني مش حب. تمام. الواحد ده كان طيب وحنين جدا معايا، كان كويس خالص، بس انا اهلي شداد شوية. يعني بابا طلب منه طلبات كتير، كان بيقل بيه كتير، كان بيهينه، مش بيهينه يشتمه جامد، يعني شتايم بسيطة يعني. بس فطبعا هو استحمل مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما احنا كان فرحنا اخر السنة. اتخطبتوا يعني؟ اتخطبنا قعدنا مخطوبين 5 شهور. تمام. كان حنين معايا جدا، ما كانش بيغلط فيا خالص. تمام. لحد ما جينا نحدد ميعاد الفرح، طبعا هو طبعا خزن لبابا الحاجات الكتيرة اللي حصلت. لحد وطبعا في القعدة شدوا مع بعض، بابا على صوته عليه تاني. طبعا اهانه قدام بابا وعمه، كلمة من هنا على كلمة من هنا، راح بابا قال له انت ما تنزلناش. يا الله، بيتلكك يعني من الاخر. والله ما عارفة فكرة تلكيك ولا مش تلكيك يعني، بس انا بنت وحيدة على ولدين، وخطيبي برضه كان وحيد برضه على 3 بنات. انت كنتي بتحبيه ولا كان صالونات؟ هو كان صالونات بس حبيته. هو كان شخص كويس معاكي يعني خلال الفترة دي؟ لا حرام، كان كويس خالص. بس طيب مفيش اي امل تدخلات من الاهل، حد من اهلك مثلا يكلم والدك يهديه، اي حاجة من الكلام ده؟ لا وانا اهلي عادي بيبقوا كويسين، بس المشكلة دلوقتي بابا متضايق، انا ابني اتهان. طبعا، ما هي صعبة برضه، لازم اي اب الاهل يعني زي ما والدك بيخاف عليكي، هما برضو اكيد هيبقوا متضايقين على ابنهم. الموضوع كله بقى فيه كرامة دلوقتي. بس
طب ما فيش طبعا محاولة ان والدك يتصل يعتذر؟ دي اكيد مستحيلة. طبعا طبعا. اكيد انت بتقولي ايه ده، اكيد طبعا. اللي هو مش اعتذار، فاهمة؟ اللي هو يعني سوء تفاهم، او حد يعني نقعدهم في قعدة مثلا والدك ووالده من عن طريق خالك عن طريق خاله، واللي هو يا جماعة ده حسد، ده مشاكل قبل الجواز، ده كذا. مفيش امل من الكلام ده؟ كله خزن من بعضه، مم. كله خزن. يعني هو الكلام ده دلوقتي كان من الموضوع فترة كله قريبة؟ 14/9. طب ده لسه قريب، اديهم شهرين زي يعني 3 شهور هتلاقي الاتنين نسيوا الموضوع. بس انت اهم حاجة طالما انت بتحبيه والولد بيحبك، اللي هو مش كانت جوازة صالونات والسلام، عشان ما تبقيش انت اتعلقتي والولد الموضوع بالنسبة له عادي، جوازة وفشلت وتمام. اهم حاجة انت تكوني يعني انتوا الاتنين خلاص، انتوا الاتنين عايزين بعض. لو انتوا الاتنين عايزين بعض استنوا على الاهل كده يعني 5-6 شهور يكون الموضوع قدم ومات. لما يلاقي ابوكي مثلا بيتكلم تاني او شاري، اعتقد رد فعله هيكون غير كده. بس انا ما فيش اب ممكن يتصل ويعمل حاجه زي لا ما يتصلش، لا ما هو خلاص بقى احنا مش هيتصل، بس يبقى في قاعدة بقولك اللي هو حد من عندك بعيد عن والدك، يكون يعني بتحترميه وبتعزيه وممكن يساعدك، خالك عمك حد كبير يعني وراجل، يظبط لهم قاعدة كده بعيدا عن البيت وبعيدا عن الرسميات، واللي هو النفوس تهدى وتتصافى. بس الوقت هو عامل الوقت بينسي كل حاجة يعني، لانه الموضوع مش يعني طالما الولد كان شاري ودي مثلا ساعة غضب من والدك، يعني اعتقد ان شاء الله باذن الله الموضوع سهل. وطالما انت بنت وحيدة فابوكي اكيد هيكون عايز راحتك. اكيد طبعا، بس برضه بقى في كرامه عند بابا هو برضه. ما هو يعني ما يجراش حاجة، ما هم بيتخانقوا على القايمة والمهر وبيخربوا الدنيا، ايه المشكلة يعني؟ اللي حصل بقى لا اهم حاجة اللي بيبقى اول راجل واول حب، فهماني؟ بيبقى انا الموضوع عارفة شويه انا حساس. عارفة، ما انا عشان كده بقولك اهم حاجة طالما بتحبيه وبيحبك خليكم متمسكين ببعض، اللي هو مش من اول جولة تريحوا كده ويروح يشوف واحدة وانتي تقعدي مثلا متضايقة او كذا. خالص احنا قاعدين بنتفرج على حالات بعض، اللي هو خليكم متمسكين تابعين ببعض، ستوريات بعض وخلاص كده. خليكم متمسكين ببعض وحاولوا تخلوا حد يتدخل في الموضوع، ولو في خير الموضوع هيرجع. خليكي واثقة من الحتة دي بالذات، لو في خير الموضوع هيرجع بدون تدخل كده، هتلاقي المواضيع مشيت لوحدها يعني. يا رب والله انا اتمنى كده والله، انا وهو والله يعلم ربنا احنا شاريين بعض جدا وبنحب بعض خالص، وهو طيب برضه زيادة عن اللزوم، بس هو بيحب باباه جدا، هو يتيم الام. اي حد كده طبعا، اي حد كده، ودي حاجة بس تفرحك على فكرة، ما تضايقكيش. لا دي حاجة ماشي، ما هي دي حاجة مفرحاني، بس بابا بيقول له كرامة ومش كرامة، ودهانك مرة واثنين وثلاثة ايوه انا صح. اتمنى ان بابا يهدى فعلا. اما انا بقول لك يعني ان شاء الله عامل الوقت يهديه وباذن الله لو ليكي نصيب فيه ان شاء الله نفرح بيكم كده ونعمل لكم اهداء كده كمان على البرنامج. يا رب ان شاء الله. طب انت شايفه مثلا ان انا اكمل معاه نتكلم مع بعض على الظهر وكده، ولا انت شايفه ان احنا ما نتكلمش مع بعض؟ بصي عشان اكون يعني منصفة، كلامك معاه دلوقتي هيبقى بيعلقك وبيعلقوا على امل احنا لسه مش عارفينه هيبقى يا لا. الكلام اللي هو نفكر في حلول، ماشي ماشي، نفكر في حلول حلو جدا، وانتي برضو تشوفي عن طريق الكلام ده هل هو شاري ولا زي ما بقولك كده خلاص موضوع جواز وفشل، وهو ممكن يكون بيدور على عروسة او اهله بيدوروا له على عروسة. لا هو شاري، لا حرام هو شاري. بس خلاص يبقى انتي تخليكي معاه وتدوروا على حلول زي ما بقولك. يمكن لا قدر الله يظهر لك اثناء الفترة دي حاجة وحشة منه مثلا، او حاجة ما تقدريش تتعايشي معاها، والموضوع يتفركش من عند ربنا من جواكي كمان، ويمكن لا والموضوع يكمل ويبقى خير يعني. بس لا خليكي معاه طالما انت شايفه ان هو شخص كويس ومحترم يستاهل، خليكي شارياه لحد ما خلاص انت تشوفي ان كل الحلول ما بقتش متاحه، ان ربنا مش عايز كده، فخلاص يعني هتبقى دي قدر الله ما شاء فعل. والله يا رب يا رب على خير ان شاء الله. دعواتك بقى حبيبتي، يا رب ربنا يكرمك بكل خير. انا مبسوطه خالص بجد ان انا اتكلمت معاكي، وبجد ان انت زي القمر يعني، بس انا بكلمك من التليفون وبتفرج عليكي من الناحيه التانيه من تليفون يا تاني عمري يعني. ما شاء الله عليكي زي القمر. خلاص يا جماعه بتكسف من الكلام ده.
حبيبتي نورتينا فرحك ويكرمك دايما يا رب ان شاء ميرسي الله. يا حبيبتي، ربنا يخليكي، نورتينا وسعداء باتصالك. وانا كمان شكرا ليكي خالص. العفو حبيبتي، مع السلامة. ورجعنا لكم تاني. انا مبسوطة عادي حتى لو الموضوع يا جماعة بعيدا عن يعني موضوع الحلقة. لو عندك مشكلة بعيدة عن موضوع الحلقة، انا عاملة البرنامج ده عشان كده. احنا اسمه حكايات بنات، مش شرط انت ممكن تبقي واقعة في مشكلة والحلقة ليها ملهاش علاقة بعنوان الحلقة، اتكلمي واحنا نلاقي حل عادي جدا. مش شرط ان هو لازم النهاردة تكلمني واحدة متخانة مثلا، لا ملهاش علاقة خالص، والدنيا عادي، وكلموني عادي في اي موضوع او اي مشكلة معاكم، انا موجودة معاكم طول الوقت. بفكركم تاني برقم المداخلات بتاعتنا 010 61 ده الرقم اللي احنا بنستقبل عليه الاتصالات. فكنا بنتكلم عن ايه الدافع ورا الخيانة. يعني هو بعيدا عن يعني الدافع ده مش المبرر، بس الدافع ده اكيد بيبقى سبب رئيسي. طيب احنا معانا اتصال فصل، ماشي، احنا مستنيينك اتصلي تاني. الدافع ده مش مبرر، لكن اكيد كل حد عنده اسبابه. ما هي يعني طبعا ما فيش مبرر للخيانة، خلينا متفقين على ده، لكن في دوافع. واحيانا على فكرة الدافع بيكون طيب خلونا ناخد الاتصال وارجع لكم تاني. مساء الخير. الو مساء الخير. ازيك، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. احنا حكايات بنات ومعاكي شفا الامام وانتي على الهوا. طيب انا كنت حابه اقول ان انت منوره ما شاء الله النهارده وكل حلقه يعني، حبيبتي. وبرنامج لذيذ وجميل بصراحه وخفيف، وحلو ان احنا نشوفه يوم الخميس بيكون ويكند. ايوه. طيب مش هطول عليكي بالنسبه لموضوع الحلقه. معاكي. انا شايفه ان الخيانه ايا كانت حصلت من راجل او ست، انا شايفه ان هي ملهاش مبرر. ده 1 2، وهي بعيده كل البعد عن الشخص التاني يعني. يعني المتخان يعني قصدك؟ بالظبط بالظبط. يعني مش عايزه اي ست مثلا لو اتخانت من جوزها خطيبها شخص مرتبطه بيه تحس انه العيب فيها. ابدا، هي كلها مجموعه اسباب في الشخص الخاين، سواء بقى نقص، سواء بقى ده مرض نفسي، سواء قله ثقه بقى في نفسه. المهم ان كل حاجه هتبقى فيه هو، مش في الطرف التاني خالص. طبعا، ما انا كنت بقول لهم دلوقتي اللي هو ليه اخون لما ممكن امشي، يعني اقرر خلاص انا مش مرتاح هنا، امشي بهدوء وباحترام من غير ما اخون. يعني انا خلاص عايز، يعني في حاجة عندي مش لاقيها هنا، فانا هروح ادور. مش خلاص انا قررت ودورت، لا انا هروح ادور على حد تاني، وانتي عيشي حياتك وانا اعيش حياتي بكل احترام. صح كده. وانا شايفه ان الموضوع ده برضه سواء للراجل وللست. يمكن هنا الموضوع شويه تقيل في الصعيد، ان ايه ده الست يعني ايه مش مرتاحه فتطلب الطلاق. لازم تبقى في مصيبه سودة كبيره عشان ايه تعرف تتفصل. حصل فعلا فعلا، وياما ياما ياما بيوت يعني مقفوله محدش عارف ايه اللي فيها، وياما الستات مستحمله بالذات هنا فعلا في الصعيد. ده حقيقي. فاحنا شايفين ان الست شويه لازم تاخد حقها في ان هي تعبر عن مشاعرها اكتر، سواء بقى ان هي مش عايزه تكمل، سواء ان هي مش مرتاحه، سواء ان هي اتخانت فتطلب الطلاق. فيعني محتاجين شويه مساحه يعني. بالظبط بالظبط. لكن انا عن تجربتي لسه هقول لك، لكن ما مريتيش بالتجربه دي قبل كده. انا عايزه اقول لك انا منفصله مطلقه تمام. بس انا بعد ما اتطلقت عرفت ان انا اتخنت يعني.
هو اصلا انا طلقت. ده خير وبركه، ربنا نجدها نوسه. انا بعد ما بس اعتقد ان يعني وقع الخبر عليكي اهون من طلاقك. فهماني؟ يعني الصدمه بعد الطلاق اهون من قبل، اللي هو يلا غرغر بقى مع السلامه، احنا كده كده خلصنا. بس انا كان جوايا احساس، وانت عارفه ان احساس الست ما طبعا بيخيبش. طبعا طبعا في حته كانت دايما جوايا حاسه ان في حاجه غلط. طبعا. بس فانا بس ما اتأكدت كانتش بقى دي بس السبب يعني اللي انفصلتوا عشانه. لا لا امم لا، ما كانش ده السبب. سبحان الله يعني. بس فهي بتحصل، ولكن الحمد لله انا ما زلت واثقه في نفسي، عارفه ان العيب مش فيا خالص. ايا كان بقى السبب فهو ده في الطرف الثاني، يعني مش فيا. ايوه بالظبط بالظبط. بس والحياه ما بتقفش على حد يا جماعه. طبعا مسيرنا هنبقى كويسين ونقف على رجلينا، والحياه لسه في حاجات كتيره حلوه قوي ان شاء الله يعني. حبيبتي، ربنا يكرمك بكل خير ويعوضك خير ان شاء الله، ونشوفك كده مبسوطة وسعيدة دايما. ان شاء الله يا شيخه حبيبتي، دايما منوره وبالتوفيق يا رب دايما. حبيبتي ميرسي ليكي، ميرسي ليكي، شرفتيني. باي. التفاؤل، شايفين التفاؤل؟ خلاص يعني موضوع انتهى واحنا سعداء وعادي، وربنا هيعوض. ما بتقفش فعلا الحياة على حد، ما بتقفش الحياة على حد. طيب كان قصدي من الدافع، الدافع ورا الخيانة، ما كنتش بقول مبرر. عشان كده بقول لكم انا ما بقولش ان ده مبرر، بس انا بقول انه دايما لما تسأل حد خنت ليه يديك اسباب. بس هنا بقى الرد ما بيكونش اللي هو فعلا ده انت كتر خيرك، ده انت هتعمل ايه، ده انت يعني مستحمل كتير، ده كذا ده كذا. لا، هو الرد بيكون انت ليه ما مشيتش؟ يعني انت خنت دلوقتي خلاص، لا يعني انت يعني قررت انت مش لاقي نفسك هنا، فانا هخون. ليه ما مشيش؟ ليه دايما احط لنفسي مبررات اللي هو لا ده انا خنتها عشان ما بتهتمش بنفسها، ده انا خنتها عشان نكدية، ده انا خنتها عشان بتهتم بالعيال اكتر مني، ده انا خنتها عشان اقوى مني. انتوا عارفين ان في رجالة بتخون عشان الست اقوى، مش اقوى يعني اقوى كشخصية ناجحة، يعني حواليها ناس كتير تتمنى ان هي يكونوا موجودين معاها، او محققة احلامها، او الكلام ده. في ناس بيضايقها ده، فبتقرر تروح تشوف واحدة ضعيفة مكسورة الجناح وجوز السيد بقى والكلام ده، فيخون. واحدة مثلا يعني المهم ان هو بيكون ليه مبرر، بيكون ليه سبب. بتنام كتير في المطبخ طول النهار، ما هو يا بارد، ما هي واقفه لك انت في المطبخ طول النهار يا مستفز. مش مهتمه بنفسها، ما هو من عيالك، ما من عيالك ومنك ومن المسؤوليه ومن كذا. ما هي نكديه، ما هي من ديونك. ما انت بتبقى مديون ومش عارف تكمل الشهر بايه، ومش عارف تعمل ايه، وهي بتفكر وبتخطط وبتعمل جمعية وبترتب وبتحاول وبتساعد وبتشتغل معاك. ايه المشكلة في ايه؟ خلونا نطلع فاصل عشان حاسة ان انا انفعلت شوية. نطلع فاصل وارجع لكم تاني. مع أوتار للتعليق الصوتي بنقدم لك خدمة الرد الآلي، وهي إن لما حد يتصل بشركتك يسمع رسالة مسجلة. لو عايز كل تون عمرو دياب الجديد اللي بينا، دوس 1. أهلا بيك في شركة الرائد للتطوير العقاري كومباوند كليوباترا تاون، وده بيكون بأقل سعر للدقيقة في مصر. كمان بنسجلها لك في استديو مجهز بأحدث الأجهزة، وده بيتم خلال 24 ساعة عمل فقط. للتواصل 015 011 72552. راديو الصعيد، منصة شباب الصعيد. مع أوتار للتعليق الصوتي.
ورجعنا لكم تاني من حكايات بنات. أنا شفا الإمام، ودي منصة راديو الصوت. أفكركم برقم المداخلات 010-61-61-6908. المشكلة التانية بقى، أو الأقوى الأصعب، إن الخيانة ما بتكونش متوقعة جاية من مين. أنا عندي هقول لكم دلوقتي، عندي رسالة فلما ما تلاقيش صوته في البيت تقول لها هو فين؟ ما عربيته تحت. المشكلة بتقول ما كانتش في كده، المشكلة ان انا لقيت عمل اسود معمول في شقتي، وفي الفترة دي محدش دخل شقتي غيرها هي والشغالة، والمكان ده من حظها ان هي كانت منظفاه كويس والكلام ده قبل ما تحطه بيومين 3، ولقيته وبتقول حياتي باظت، انا وجوزي انفصلنا ومش طايق يسمع سيرتي او يشوف ابني اللي عنده 6 شهور. انا لسه بقول لكم ما بنبقاش متوقعين الخيانة هتيجي من مين، بس لما بتكون من الاصحاب عشان احنا بقينا بنفتح بيوتنا زيادة عن اللزوم. بمعنى ان انا صاحبتي متجوزة، ما ينفعش اروح لها في اي وقت، ما ينفعش اروح لها على طول، يفضل ما اروح لهاش اصلا. ليه اروح لواحدة صاحبتي متجوزة بيتها؟ يعني ما نخرج بره الكافيهات والاماكن. قالت ايه؟ عايزة تيجي تقعد، هي ما تيجي تقعد في بيتي لو انا مش متجوزة. لو متجوزين احنا الاتنين نطلع احنا الاتنين نقعد بره، ما فيهاش اي حاجه. عايزين نتغدى اكل بيتي نروح نشوف اي مطعم بيعمل اكل بيتي، عايزين نقعد ندردش نروح ناكل. اي حاجه متاح نعملها في البيت يا جماعه ممكن نعملها بره ونقفل على بيوتنا شويه. قصه بقى الناس برضو اللي هي يبقوا 2 مخطوبين برضو، وتبقى مدخله صاحبتها كل شويه تقول لها روحي صالحيني عليه، روحي كلميه قولي له كذا، روحي اعملي له كذا، وتتفاجئ ان صاحبتها ارتبطت بخطيبها مثلا. ليه يا ماما؟ ما انتوا لو مش عارفين تحلوا مشاكلكم بينكم وبين بعض من الاول فبلاها. ليه ندخل طرف ثالث؟ الطرف الثالث دايما بيخرب العلاقات، سواء اصحاب 2 اصحاب يدخل بينهم الثالث بيدمرها، سواء متجوزين يدخل بينهم الثالث بيدمرها، 2 في الشغل بيشتغلوا مع بعض متفاهمين في شغلهم بيخش بينهم طرف ثالث بيدمرها. فالخيانة ليها أشكال وأنواع كتيرة وما بتكونش متوقعة. اتخلنا خلاص يا جماعة واللي حصل حصل. امتى ندي فرصة تانية؟ وهل ينفع ندي فرصة تانية ولا لأ؟ طيب هل ينفع ندي فرصة تانية؟ أنا بصراحة مش عارفة أجاوب على السؤال، بس انتوا أكيد كل حد يعني عنده رد على السؤال ده. لكن امتى ينفع ندي فرصة تانية؟ لما يكون في عواقب لردي على الخيانة. مثلا جوزي خني مع واحدة
وانا اكتشفت ده، بيكلموا بعض عادي، بيخرجوا معاها عادي، ممكن تكون هي بنت مش كويسة، ممكن كذا كذا. ففترة وعدت خلاص تمام. ممكن يكون كلامي ده على فكرة مش مستحب لناس كتير، بس انا بتكلم يعني عقلانيا شوية. مشي معاها مثلا يومين، كلمها كذا كذا، والراجل مش في دماغه الجواز، وانت اكتشفتي ده ومخلفة عيال مثلا، ما تطلقش يعني، ادي فرصة تانية لأول مرة. يعني هو أول مرة عمل ده مثلا، وانا اكتشفته، واجهته بيه واتكلمنا وتعاتبنا، قال لي مثلا انت دي مشكلة، مبرر، يعني مبرر من مبررات الرجالة يعني. فأول مرة لو انا شايفة بيتي يستحق وعندي اولاد وشايفة ان الشخص ده مش هيعمل كده تاني، اكمل. ندي فرصة تانية، مفيش مشكلة، عشان الدنيا وعشان البيت والأولاد والحياة والكلام ده. لكن لو الشخص ده خاين، ولعلمكم ده بيبان من فترة الخطوبة، لأن يعني ده بيبقى طبع. كان في حد بيقول لي اكتشفت إن الخاين ده مريض، والمرض ده بيبقى جواه مش بيكتسبه. يعني في ناس تقول لك أصل الرجالة بتخون بعد الجواز، لأ، هو بيخون اصلا من قبل الجواز، يعني بيكلم واحده واثنين وثلاثه قبل الجواز، وبعد الجواز نفس القصه. هو خلاص متأقلم على ده، هو مش مكتفي بحد واحد، ما تعودش على مبدأ الاكتفاء، هو متعود على الهيصه. في ناس كده، في ناس مريضه كده. فانتي لو لقطتي الحكايه دي في فتره خطوبتكم، اهربي بقى، ما نكملش، دي خطوبه، اقلع دبلة، مع السلامة، خد حاجتك، اتكل على الله. كفى الله المؤمنين شر القتال. ما تكمليش، ما يقولولكيش اصل انتي فركشتي، هيبقى في مشكلة. ما يقولولكيش اصل انتي ايه ده، دي خطوبة تانية، دي خطوبة تالتة، دي خطوبة 20. افركش 1000 خطوبة يا جماعة ولا ابقى مطلقة؟ افركش 1000 خطوبة ولا اني اكون مطلقة؟ لقب المطلقة في بلدنا وبالذات في الصعيد كارثة، يعني طابق على نفس الناس. ياما بيوت مقفولة على بلاوي أكتر من الخيانة، والستات مستحملة علشان ما تبقاش مطلقة. ياما ستات مستحملة إهانة عشان ما تبقاش مطلقة، مش متخانة بس، دي الخيانة دي أمر بسيط بالنسبة للي الناس بتشوفه. فالموضوع بيبقى مش سهل، يعني بيبقى صعب. ففي الحالة دي ادي فرصة تانية وشوفي. والله احترم فرصتك، واحترم ان انتي خفتي على بيتك وحياتك. راجل خلاص، نبدأ مع صفحة جديدة، ونبتدي ان احنا نغير من نفسنا ونغير من طريقتنا وكذا وكذا. مفيش امل، امشي. اصل خلاص يعني مطلقة، ولا ترمي عمرك كله في الارض. ما انتي مطلقة مش جريمة. انا هعمل لكم حلقة عن الطلاق. يعني الطلاق ده عندنا انا مش فاهمة ليه بيتعاملوا مع الست المطلقة على ان هي عار، كارثة، جريمة. يعني احنا في 2022 وبنعامل الست المطلقة على ان هي عار. ايه ده، انتي تبقي اختي وتبقي مطلقة؟ ايه ده، انتي تبقي صاحبتي ومطلقة؟ ومدينهم سمعة وشكل مجتمعي يخض. في ايه يا جماعة، مالهم المطلقات؟ ما المطلقة دي اختك واختي وممكن تكون امك منفصلة، او امك منفصلة عن ابوكي، والمطلقة دي خالتك. وفي كل بيت المطلقة دي ما هي ست، زي الأرملة، زي مثلا اللي ما اتجوزتش يعني، او عدى بيها السن. مالكم ليه بنتعامل معاهم؟ يعني هنتكلم في الموضوع ده باستفاضة، وتحكوا لي عنه اكتر في حلقة منفصلة. هل الستات بس هي اللي بتخون الرجالة بس هي اللي بتخون يا جماعة؟ لا، برضو الستات بتخون، عشان نكون منصفين، يعني عشان ما تبقاش الحلقة قاسية وجارحة على الرجالة فقط. لا، الستات بتخون، الستات بتخون، بس قليلين، لان هم يعني الستات الخاينة بيبقوا جبنة. فما يعني ايه، فاهمين؟ الست عارفة اصل ان هي لما تتخان هتتذبح، لكن لما الراجل يخون يتقال له ماله، ده الشرع محلل 4، وده طبعا دينيا مفروغ منه.
يعني يستحب او يعني نقسى في الكلام اكتر ونكون قاسيين اكتر على الست، لان هي اللي لازم تمشي. انتي حسيتي ان الراجل اللي معاكي مثلا مش كفاية، او حسيتي ان الراجل اللي معاكي مش مالي عينك بمعنى اصح، سيبيه يا ماما واتكلي على الله، ونفس الكلام اللي بنقوله للراجل هنقولهولك، وعيشي حياتك بقى وما تقرفيش الراجل معاكي، ويبقى عايش حياته، وبرضه هو يلاقي واحدة تستاهله، لان في رجالة ما تستاهلش الخيانة. طيب بفكركم برقم المداخلات بتاعتنا 010-61-61-6908، ونطلع فاصل ونسمع أغنية هيثم شاكر انت خاين وانت خاينة. انت ظالم وهي ظلمة، في الغدر واحدة، في الظلم واحدة، اتنين يا عيني بيكونوا واحد، وهيجي يوم هيجي يوم هيجي يوم وتكونوا بعض. ورجعنا لكم تاني. اهلا بيكم في حكاية بنات. انا شفا الامام، ودي منصة فيديو السعيد. مكملين معاكم. بحاول، انا مش عارفة ليه الكومنتات مش ظاهرة عندي، كنت عايزة اقرا شوية من الكومنتات بتاعتكم، بس يعني في مشكلة، الكومنتات مش ظاهرة عندي. كان في حد برضو، هاخد شوية من الرسائل بتاعتكم. كان في حد بيقول كان بيروح يشوف عروسة وانا بكلمه، كانوا مرتبطين بيكلموا بعض، وهو رايح، الراجل رايح بيدور على عروسة. طب ما انت زعلانة ليه؟ يعني ما انت لو جدعة كان جيت اقدملك، يعني ما خلاص بنكلم بعض كفاية. ماشي. كان خطيبي وخني مع صاحبتي يوم عيد ميلادي وسبنا بعض واتجوزها. يلا اللي زي ده برضو ما يتزعلش عليه. ايه تاني؟ في حد بيقول تبقي بتخلصي للشخص وفجأة يطعنك بسكينة باردة ومش معترف بالخيانة، ولما تواجهيه يطلعك غلطانة في كل حاجة. أسوأ إحساس بجد. ما أنا قلتلكم هما بيبقى ليهم مبرراتهم، يعني بيبقى ليهم أعذار. اكتشفت ان الخيانة، في حد تاني بيقول اكتشفت ان الخيانة مرض في البني ادمين، اللي بيخون مرة وبيخون 10، بس في ناس خاينة وبجحة للأسف. هطلع معاكم فاصل وهرجع تاني، استنوني. الإعلام هو الوسيلة الرئيسية لنشر المعلومات والتواصل مع الجمهور. لذلك نبحث دائما عن طرق جديدة لابتكار أحدث التقنيات الأكاديمية. لهذا فتحنا لك أبوابنا للدخول في رحلة تعلم جديدة لثقل مواهبك الإعلامية، واللي معروفة إعلاميا باسم أميرة الدهم. نمد لك أيدينا لإبراز قطاع الإعلام في صعيد مصر مع أقوى التدريبات الإعلامية النظرية والتطبيقية من داخل استوديو مجهز بأحدث التقنيات والمعدات.
مع ألمع المدربين المحليين والدوليين. تابعنا على صفحتنا راديو الصعيد. Upper Egypt Radio. واتساب 015 011 72 ورجعنا لكم تاني في حكاية بنات من منصة راديو الصعيد. آخر حاجة حابة أختم بيها الحلقة، إزاي نتعامل مع شعور الخيانة. مش بتكلم بقى إنه إزاي أتعامل مع الموقف نفسه، لا أنا بتكلم على الجانب بقى النفسي اللي هو اللي جوه الشخص. إزاي أتعامل مع نفسي بعد ما حصل اللي حصل خلاص، وأنا اتخنت أو اتجرحت أو كذا أو كذا. دايما لازم الواحد يعرف، او لازم كلنا نعرف كستات او كأي شخص متخان بقى، من صحابه، من اخواته، من اهله، من علاقة ارتباط، لازم نعرف ان الحياة ما بتقفش على حد، والشخص الخاين ما بيتزعلش عليه. بمعنى انه انت شخص خنت العشرة، خنت الأمان. عارفين يعني ايه حد يبقى مآمن حد ويضربه في ظهره؟ انت خاين. خنت ثقتي فيك، خنت حبي مثلا أو إخلاصي ليك أو أيا كان، وقررت ان انت تخون. فبالتالي انت شخص مؤذي وما يتزعلش عليك. يتزعل على حد يعني يستاهل الزعل. ولازم نعرف ان ربنا بيعوض، ولازم نعرف ان ربنا كبير، ويكون عندنا يقين بده. الحياة ما بتقفش على حد فعلا، لا خاين ولا كذاب ولا منافق ولا حقود ولا صاحب ولا زوج ولا زوجة ولا ولا صحبة ولا أي حاجة الحياة بتقف عليها. الحياة ما بتقفش بس غير علينا، احنا اللي بنعمل لها بوز كده وبنوقفها. نعيش بقى في نسيب نفسنا أنا بقول الكلام ده ليا وليكم، وأنا عارفة إن الموضوع صعب. عارفة إن الواحد يتخطى الأذى صعب، شعور صعب وبيبقى معافرة. انت بتعافر جواك في 100,000 شخص، في شخص بيحب، وشخص عايز يكمل، وشخص مش قادر يبعد، وشخص زعلان، وشخص مجروح، وشخص كذا. وسؤال ليه 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 ليه؟ سؤال ليه ده بيموتنا يا جماعة. سؤال ليه ده بيموت الشخص اللي بيتأذي. ليه اتعمل فيها كده؟ ليه ما كنتش كفاية؟ ليه ما تصنتش؟ ليه اتخان؟ ليه ما كنتش عايش حياة كويسة؟ ليه انا؟ ليه دول يعملوا فيا كده؟ سؤال ليه ده قادر ان هو يفقد الواحد عقله. كلمة ليه دي قادرة ان هي تخلي عقل البني ادم يروح. ليه انا يتعامل معايا كده؟ ليه الشخص ده؟ فبغض النظر عن كل ده، لازم نتغلب على إحساسنا بالضعف. لازم نتغلب على إحساسنا بالهزيمة. لازم نتغلب على إحساسنا إن إحنا مش كفاية. لا، لازم تقولي لنفسك طول الوقت، أو نقول لنفسنا طول الوقت: أنا كفاية، أنا أحسن حد في الدنيا. وزي ما قالت صديقتنا اللي اتصلت، إنه كل العيب على الخاين، كل العيب على اللي مصانش العيش والملح، كل العيب على الشخص اللي لا يؤتمن، كل العيب على الشخص الضعيف، الشخص اللي ما بيقدرش يواجه. انا تعبان يا جماعة في المكان ده وهمشي،
انا مش قادر اكمل هنا وهنفصل. انا مش قادر ايا كان بقى المبرر والسبب، ايا كان المبرر والسبب، انا مش مرتاح هنا وهمشي. انا كنت عارفة ان الحلقة هتكون صعبة النهاردة شوية، واتمنى ان انا ما اكونش تقيلة عليكم. اتمنى تكونوا صراحة مع نفسكم قبل ما تكونوا صراحة مع بعض. اكون صريح مع اللي قدامي. انا هقدر احب الشخص ده واكمل معاه واصونه. انا عندي نسبة 1% ان انا اخون، امشي. انا حاسس ان انا مش في مكاني الصح، امشي. انا حاسس ان اللي قدامي ده انا مش كفاية ليه، امشي. امشي بكرامتي قبل ما كرامتي تروح واحساسي يروح هخسر كل حاجة، هنخسر كل حاجة. خليكم أقوياء كده وقادرين على مواجهة وتعرفوا تواجهوا وتعرفوا تكونوا يعني شرفة. يعني ما تبقاش خاين. الخيانة دي خسة وندالة وشعور قذر وبشع، ومفيش أي بني آدم ممكن يستحمله. تصبحوا على خير. وكنت معاكم شفا الإمام من حكايات بنات. استنوني الخميس اللي جاي الساعة 10 مساء على منصة راديو الصعيد. هسيبكم مع أغنية الأنغام نختم بيها. تصبحوا على خير.